السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذه؟ تمام والله. بعد اذنك انا كنت بدور على شغل، اصل انا الصبح شغال في شركه وبعد الظهر يعني عاوز استرزق باي حاجه تاني عشان عندي اولاد وكده. ما بس شاء استاذنك الله. لو اي شغل عندك هنا. هو طبعا يعني ده شرف ليا والله. الله بس يخليك يا رب. هو انا مش صاحبة المكان هنا. مش صاحبه المكان؟ هو طب فين صاحب المكان طيب؟ هو الحاج طبعا هو صاحب المكان، عمو عبد الله. فلو كده انا هخليك تكلمه، هو ما بيقولش لحد لا. هو اللي قاعد ورا ده؟ تعالى. طيب. بقول لك يا عم عبد الله، يا نور. الاستاذ ده عايز يدور على شغل يعني كده. والله يا حاج انا الصبح شغال في شركه وبعد الظهر يعني هاجي اشتغل مع حضرتك هنا. انت عايز تنزل معانا شغل من بعد الظهر؟ ايوه يا يعني. حاج ايوه. تمام ماشي. شغال في شركه ايه؟ انا شغال في شركه ملابس. ماشي. طب انا هشوف شغلك، هتقعد يومين كده في المحل هشوف شغلك بعد كده اقول لك هقبضك فيه. تمام يا باشا، ما ماشي. عنديش اي مشكله. تمام. عايز تنزل من الشغل من دلوقتي ماشي، عايز تنزل من الشغل بكره ماشي. ايوه هنزل من دلوقتي والاستاذه كمان هتعرفني الشغل. يلا يا نور اعرف الشغل وشغالين يلا. حاضر. الف شكر يا حاج. العفو. انا هوصل مشوار يا نور كده بسرعه واجي ها. طيب خلي ماشي. بالك من المكان. حاضر. يلا. سلام. تعالى. بص بقى يا فادي، رقم واحد قبل ما تيجي اللي انت تحط العيش باللحمه اصلا على الصاج، لازم اللي انت تسخنه الاول. طيب طب هو ايه السبب يا استاذ؟ يعني عشان لو حطيت العيش باللحمه هو الصاج بارد اصلا ممكن يلزق منك، ممكن يحصل حاجات كتيره قوي احنا في غنى عنها. تمام يا استاذه ماشي. وهو اصلا اوريدي بيبقى الصاج على طول سخن معانا، يعني كده كده الفرن اصلا بيبقى والع. تمام يا استاذ. حضرتك وقف انت على الفرن وانا هشوف انا شغل اقطع طماطم وبصل واشوف الدنيا انا هنا. خلاص ماشي، ربنا معاك. ماشي يا استاذ. اتفضل. يا مساء الخير يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله هو وبركاته. المعلم فين؟ المعلم مش موجود والله. امرني مين انت؟ على العموم انا الراجل اللي بنزل المعالم اللحمه. حبيبي شرفتنا. انت لسه جديد ولا ايه؟ لسه اول يوم النهارده. تمام. انا المعلم انا وديت له اللحمه في المخزن. يعني انت نزلت اللحمه خلاص؟ هم كام كيلو؟ 20 كيلو. طب انت عاوز حسابهم دلوقتي؟ يا ريت. طب ثانيه واحده يا استاذه نور. ثواني هجيب لك البنت اللي شغاله معانا هنا قديم يعني. خلاص ماشي. يا فادي يا بوحه. يا استاذ نور. حضرتك الراجل دوت بيقول اللي هو نزل اللحمه يعني وعاوز الحساب وكده. تمام ماشي، ما تغليش علينا زي كل مره عشان انا جبت اخر منك. لا والله ظبط لكم الاسعار. عدهم. جبت قد ايه؟ جبت لك 20. تمام. ماشي يا استاذ نور، الف شكر. فلوسك تمام؟ تمام. ماشي. انت متاكده يا استاذه نور الفلوس دي بتاعت اللحمه؟ ايوه طبعا، امال بتاعت ايه؟ جايب 20 كيلو وممكن بعد كده اجيب لنا اكتر. خلاص تمام، ربنا يصلح الحال يا رب. يا رب. اتفضلي انت يا استاذه نور. ايه ده؟ يا استاذه نور. ايه؟ انا لقيت التليفون دوت هنا، بتاع مين ده؟ ده بتاع بوحه، باين عليه نساه. طيب انا هوديهوله انا. طيب بس انت هتعرفوا تلحقوا يعني؟ اللي هخليه هنا منين ما يجي تاني هبديهوله او ممكن اوديه للمعلم هو يوصل له. خلاص ماشي، عشان انا ورايا شغل كده. ماشي يا استاذ. بصراحه كده انا شاكه في الولد ده. وبعدين انا اصلا ازاي اللي انا اديله التليفون؟ ما ممكن ياخده، انا لسه ما اعرفوش. المفروض اللي انا اللي كنت خدته وانا اللي اديته لبوحه، بدل ما ياخده حرام. يا مسهل يا رب، يا رب يكرمنا يا رب. الو. ايوه. طيب بقول لك ايه، انا مش هقدر ادفع الشهر دوت يعني حاجه لله. ممكن تجي لي المطعم اللي انا شغال فيه وهطلع لك مثلا 20 رغيف كده ولا حاجه، مساعده برضه. طيب تمام. المطعم تعالى لي التمليك هتلاقيني شغال في المطعم بتاع المدينه. ماشي، وانا هحضر لك ال 20 رغيف دلوقتي. مع السلامه. يا نور. يا عم عبد الله. الحمد لله. ايه بتاعك حصلت؟ لا ابدا، هو بوحه جه وسلمنا اللحمه وانا حاسبته كله تمام، بس في حاجه غريبه حصلت. ايه؟ رقم واحد ان اصلا بوحه نسى التليفون بتاعه هنا. وفادي جابهولي، بس انا قلت له ماشي سيبه، قال لي لا انا هديهوله، فانا مش عارفه بقى هديهوله ولا لا عشان ما اظلمش. وحاجه كمان، انا سمعت فادي وهو بيكلم حد في التليفون بتاعه وبيقول له تعالى وانا هحضر لك 20 رغيف حواوشي وهتاخدهم وتبقى مساعده، فانا مش فاهمه 20 ايه اللي هيطلعهم، هو اصلا ما قالش عليهم ولا محاسب. طلعهم يعني ولا لسه؟ لا لسه، انا مش عارفه اصلا هو طلعهم ولا لسه، انا ملهيه في الشغل جوه. يعني ايه مش عارفه يا نور؟ انت واقفه نايمه؟ مش نايمه والله، انا شوف سمعت. شغلك يا نور، روح. الحمد لله على السلامه يا معلم. عامل ايه؟ حبيبي يا معلم. بقول لك يا معلم،
هو بصراحه كده كان انا كنت بطلع كل شهر يعني حاجه لله. فالشهر دوت مش متوفر معايا فلوس، فانا كلمت واحد يعني اللي هو يجي لي هنا واطلع 20 رغيف لله واخصمهم عليا، يعني مش هتفرق يا معلم. هتخصموا من قبضك يعني؟ ايوه هيتخصموا من قبض، بس انا كل شهر يعني بعمل لله دوت. ماشي، ربنا يوسع عليك يا رب. حبيبي يا معلم. تأمرني بأي حاجة؟ حبيبي يا معلم. حاجة تانية حصلت؟ لا هو موضوع العيش باللحمة ده بس. بالنسبة للتليفون؟ التليفون وبوحة صح يا معلم جه ونسى اللحمة ونسى التليفون بتاعه. هو فين التليفون؟ التليفون بتاعه هو يا معلم. ماشي، في شغلك. أنا قلت أديهولك أنت يعني. ماشي يا فندم. ماشي يا معلم بعد إذنك. هو ايه اديهولك انت؟ يعني انا مثلا قاعده ايه؟ انا قاعده تحت الكرسي مثلا؟ روحي انت بس، مش عارفه اطلع العيش ولا ما اطلعهوش. روحي شوفي شغلك. روحي. انا برضو شاكه في الولد ده بصراحه، ولازم امشيه بقى. بقولك يا فادي، أمور يا أستاذي. طبعا المعلم ماشي او زمانه ماشي اصلا عشان مش باين. أيوه أموري. فهو ساب لك الفلوس ديت وبيقول لك وديها سيبها معاك يعني وابوها هيجي ياخدها. لا يا أستاذ، أنا مش في حمل الفلوس دي كلها بالله عليكي. ليه يعني؟ انت شايفهم 50,000 بديهم لك، خد يا عم. طيب يعني المعلم هيبعت بوحة ياخدهم مني؟ اصل احنا طالبين كميه لحمه تانية فدي فلوسها بقى، فانت اديها له عشان انا ممكن ما اكونش موجود. تمام، انا اول ما بوحة يجي يا استاذه هديهم له. تمام، الله ينور، مبسوطه قوي منك. ربنا يخليك يا رب. هفرحك قوي. ربنا يخليك يا استاذ. يا رب. الحق يا معلم. الحق ايه؟ في ايه؟ كنت براقب فادي زي ما انت طبعا ما كنت قايل لي خلي بالك من المكان وكده. هو انا براقبه لقيته فتح الدرج طبعا وقام واخد الفلوس اللي كانت فيه. خد يعمل بيها ايه؟ معرفش، مش انت اللي جايبه؟ بص البضاعه اللي انا سايبها؟ ايوه هي دي. حتى شوفوا عيب بيها ايه يعني؟ بيدفع فلوس البضاعه مثلا؟ هو ماله هو؟ لا بضاعه ايه؟ انا محاسبه ابوها اصلا، يبقى واخدها ليه بقى؟ ان كان عايز ياخدها يسرقها ولا يشوف هيعمل ايه. شوف الشغل. ماشي. انت خلي بالك منه، مش راقبيه. شوف شغلك. روح. ما انا راقبت واخد الفلوس بتاعتك. طب ايه الشغل بتاعك؟ خد يا